السلام عليكم. شوية حاجات كده هنقولها مع بعض عشان نمشي بيهم في حياتنا. لو أي نقطة عايزة تناقشيني فيهم مستنياكي تكتبيلي في الكومنت. يلا بينا يلا بينا. محدش يستاهل في حياتنا فعلا، اسمعيها من أختك، إن انت تخشي النار عشانه أو تعملي أي ذنب عشانه. محدش يستاهل. لو حسيت إن حد زعلان منك وما جاش قالك في وشك، اتعاملي عادي خالص ولا أكن حاجة حصلت. صاحبك أو صاحبتك اللي تسيء ليكي أو يسيء ليكي من غير بينة هو مش صاحبك أو مش صاحبتك. اوعى تهمل في صحتك، عشان أولا ربنا هيحاسبك عليها عشان الشغل. ثانيا اللي انت عملته كله من الشغل ممكن تصرفه بعد إهمالك لصحتك على عمليات وعلى مرض ممكن يجيلك من إهمالك. ما تنزلش لحد، ما تنزلش بس ولا تنكسر غير ربنا. الذلة لله مكمن العز. اتقي ربنا في كل حاجة واعمل اللي عليك وملكش دعوة بأي حد. وما تيجي تحب حب في الله، وما تيجي تكره برضو اكره في الله. مش كل حاجة تتقال عليكي تفضلي تدافعي عن نفسك. عارفة لو فضلتي كده ولا فضلت كده، ولا هتحقق اللي انت عايزه، ولا هتعيش كويس في حياتك، ولا هتعرف اصلا تقعد في وسط الناس. ما تتعشمش في حد بزيادة، اتعشم في الله بس. اعطي صدقة كتير، اعطي صدقة كتير، أثرها هيرجع لك صدقني في حياتك وفي صحتك وفي أولادك. صلي قبل ما تنام ركعتين لله، قبل ما تنام ب5 دقايق، واطلب اللي انت عايزه، فضفض اللي انت عايزه لربنا ونام مطمئن. ما تزعلش لو حد سابك، عشان هو ربنا عامل لك الخير في كده. الأخوة مش كلام، كله بيبان وقت الشدة. ذات أخوك، لو بتعمل حاجة لحد اعملها صح، لو مش هتقدر تعملها صح ما تعملهاش خالص. شوية حاجات بساط لو مشينا بيها في حياتنا وتمعناها هنعيش مرتاحين. أي نعم مفيش راحة في الدنيا، كلنا الحياة في كبد، بس بالله عليك لو سمعت الفيديو ده وعجبك نقطة من نقط وبتعملها اكتبلي في الكومنت. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعي بالرحمة لأمي. أنا كل فيديو بعمله أي حاجة هتقعد لي بعد مماتي والأمي. لو بتحبوني ادعولي كتير وادعوا بالرحمة لأمي. أنا بوهب كل كلمة بقولها لأمي لله في ميزان حسناتي والأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.